السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا يا ريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك التي تجمع الفريقين مساء غد الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض. قاد الفريق مرانه على ملعب نادي النصر بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني قد عقد محاضرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة. وبدأ المران بتجمع اللاعبين والجهاز الفني لقراءة الفاتحة، وبعدها أدى الجميع فقرات بدنية وفقا للبرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بالمواجهة. وخلال مران النادي الأهلي اليوم لم يشارك اللاعب أحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية بسبب الإصابة التي يعاني منها، بينما شارك رضا سليم في المران بشكل طبيعي. تمنياتنا بالتوفيق للنادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.